لا يريد أن يؤمنوا أن الإسرائيليين شاهدوا هذا على التلفزيون الإيطالي. وقد جن المتطرفون اليوم. وتقرير إسرائيلي يقول 1.5 مليار. السيدة والسادة، أخوتي وأخواتي، أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم في جولة في الصحافة العبرية. رضا الله ورضا الوالدين أهل القدس. استخف بهم العدو، ولكن أهل فلسطين يعرفون من هم أهل القدس. في اليوم الثالث من رمضان اختطف مستوطنون متطرفون صهاينة إرهابيون الطفل محمد أبو خضير. قاوم، خافوا منه الثلاثة، خافوا أن يقوم عليهم رغم ما يملكون من قوة وكثرة، إلا أن شجاعته ظلت تخيفهم. قتلوه وأحرقوه حيا. الشرطة الإسرائيلية حاولت تضليل الأمر. حسين أبو خضير والد الشهيد محمد أبو خضير، سؤال أبو خضير والدة الشهيد محمد أبو خضير، يكشفان زيف الشرطة الإسرائيلية وكذبها، وكيف أنها مؤسسة فاسدة بكل معنى الكلمة، عنصرية لا ترقى إلى مستوى تطبيق القانون. كيف كانت القصة وماذا فعل أهل القدس حيث انتفضوا؟ يقول التلفزيون الإسرائيلي: لم يحرق المستوطنون الطفل محمد أبو خضير، بل أشعلوا القدس كلها، حتى جاءت الإدارة الأمريكية لتطفئ النيران. كاد العالم يشتعل منذ اليوم الثالث من رمضان قبل الحرب على غزة، والقدس شعلة نار وغار ضد الاحتلال. على كل حال من الأحوال، الصحفيان الإسرائيليان المعروفان رفيف دروكر من القناة الثانية التلفزيون الإسرائيلي، وغازي بركعي على اليسار بالقميص الأزرق، أهم مقدم في برنامج في إذاعة الجيش الإسرائيلي الصباحية، تحديا الرأي العام الإسرائيلي وقدما هذه الحلقة. إن يقول غازي بركعي هناك الشرطة، يقول وهو من كبار الصحفيين، الشرطة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تمنع عملية القتل. لماذا لم تمنع عملية القتل؟ لماذا استهانت بعملية اختطاف الطفل زلوم؟ هذا هو التقرير. ها هو القطار، شوف فاضي القطار. يقول حسين أبو خضير والد الشهيد محمد أبو خضير: اليهود يخافون أن يركبوا. نعم، يخافون أن يركبوا. أنت مبسوط أنهم خائفين؟ لا أعرف، هم فعلوا ذلك لأنفسهم. اليهود فعلوا ذلك لأنفسهم. يقول حسين أبو خضير: هم الذين بدأوا المشاكل وهم الذين بدأوها. قطار شعفاط. قدحة بالعربي يعني ولعت نار، صعب عليك تطفيها النار، انت ولعت الولعة، ابني انحرق. كيف تشعر اليوم؟ أنا محروق، صاروف على الآخر، محروق على الآخر. أنا تغيرت حياتي كلها، كل حياتي تغيرت جوا. أنا ما بنام الليل. أنا ما شفتش ولد أو طفل كذا ما يحبوني. كل ابني صغير بفتروه، أنا ابني عمره 12 سنة، عشانها حتى صغيرة، هي دي صغير هو الولد. اليوم قمت الساعة 3 الصبح وأنا بفكر في محمد. هيك بتجينا أحلام مزعجة، ما بتشوفنا إلا قمنا وصارت هيك إزعاج. هذا القاتل في المحكمة، هذا هو عمره 29 سنة. هذا هو الذي أحرق محمد، عمره 17 سنة. محمد أحرق وهو حي. 3 مستوطنين. ربما نسينا كيف أشعلت الكبريت كل المدينة. ربما اليهود نسوا كيف اشتعلت المدينة. يهود عاشوا بيننا، انتقموا ونفذوا هذا الانتقام الشنيع. لكن في أخبار إسرائيل يقولون قلاقل في القدس، لكن محمد اختطف على بعد 1000 متر من التلة الفرنسية بجانب بيته الذي خطفه وتسبب في انفجار طنجرة الضغط. شابان يهوديان عمرهم 16 سنة وواحد عمره 29 سنة هو قائدهم، يوسف حييم اسمه القاتل. يوسف حييم إنه وصمة عار في جبين البشرية.
أهلا، أنا إسرائيل من القناة العاشرة. نعم، نحن نريد أن نعمل هوية. من يعرف موشي حيين؟ اذهبوا، لا نعرف تفاصيل، كلنا نعرفه لكن لا نريد أن نتحدث لكن هنا 6 سنوات كان هناك شهرين. اذهبوا هناك، لا نريد أن نتحدث عنه. عرفتوا؟ نعم. كيف كان؟ كان إنسان جيد. كان جيد. شو يعني جيد؟ كان يساعد الجميع، وأنا عرفته 4 سنوات. كان رجل أعمال ناجح. نعم، ناجح جدا. كان له زباين كثير زباينه، وكان دكانه شغال. هو صاحب دكان نظارات. هذا هو موشي حيين. كان دائما يدفع ويلتزم بالشيكات، وكان لديه زبائن كثر وناجح في محل النظارات. صدم أهل الحي الذي عاش فيه ويعمل فيه في القدس لأنه قام بهذه الجريمة. يقولون إنه كان يبدو طبيعيا. لنا دكتور ستيب، نظارة لكل العائلة. الله يستر، يقول المذيع إسرائيل، الله يستر. هذا في عصيون في شهر 6 2014. قائد الجيش الإسرائيلي يعلن أنه طوال الليل كان هناك اتصال مع ال3 شبان الذين اختطفوا في منطقة غوش عصيون. قوات الأمن تقوم الآن بعمليات بحث وتمشيط في كل المنطقة من أجل معرفة خلفية القتل. محمد أبو خضير، عليكم نفتلي، أمك وأبوك وأخوتك يحبونك حتى الموت. اختطاف المستوطنين ال3 18 يوم على الأعصاب، وبعد 18 يوم على اختطاف المستوطنين ال3 نفتلي، جلعاد وإيال قتلوا. كان هنالك عنصرية شديدة جدا في الفيسبوك. الانتقام، اعطونا نطلق النار على العرب. الآن الساعة 8:30 نحن نطلب أن نبث عليكم خبر محزن رسميا. الشبك الإسرائيلي والجيش قيل بأنه غرب حلحول، وتم العثور على جثث 3 من المستوطنين، نفتلي، فرانكل، عيال يفرح. في نفس الليلة كان هنالك دعوات للانتقام في كل المدينة، وتم ضرب العرب كما تلاحظون. خططنا أن نقتل عربي، قال يوسف حييم للمحققين بعد اعتقاله. هذا هو عمره 29 سنة، متزوج وأب ل2، يجلس ويسكن في مستوطنة آدم في منطقة رام الله. عرفتم بن دافيد هذا؟ نعم، هنا في هذا البيت في الطابق الأرضي. كان عادي، يقول تومار، كان متدين جدا، وعائلته كانت جيدة أيضا. لم نتصور بأنه يخرج من هنا ويفعل هذه الفعلة. يوسف حييم القائد لديه مشكلة في الاسترجاعية الذاكرة، كان يأخذ أدوية ومع ذلك يثبت أنه غير مجنون، أنه كان رجل أعمال ناجح. المحامي يقول أنه يعاني من أمراض نفسية لكنه ناجح، وقال الجيران بأنه عادي ومحترم والعائلة جيدة. اسمع، كلهم هنا يسكنون، ولكن في كل صحارة تفاح بيطلع لك واحدة خربانة. هذا قام بهذه الجريمة. من صدق؟ هو مجنون، في راسه مضروب، ومجنون يعمل هيك عملة. لكن والده يتحدث عن الانتقام. لا 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 لا، والده لا يتحدث. والده متدين هادي في نفسه. قطار شعفاط مرة أخرى. محمد أبو خضير. هذه من الثلج الأخيرة صورة محمد وهو في شعفاط. شوف الصورة. كم عمره هو هنا؟ قبل سنة، نصف سنة، 6 أشهر. شوف هالولد. هذه كان يحب كل الناس، هو حبوه، كل الناس حبوه، عرب، يهود، مسيحيين، كلهم كانوا يحبونه لأنه يساعدهم جميعا. كان يعمل في المحل عندي، كثير من اليهود يأتون عندي في المحل. اليهود الذين عرفوه بكوا عليه، عرب ويهود ومسيحيون بكوا عليه.
عندك زباين يهود. شوف هالصورة. شوف كان يشتغل في السياسة. شو سياسة. محمد تعلم كهربجي كان عمره 17 سنة. عائلته من أكبر العائلات في القدس. في كل مكان تذهب في شعفات تجد أبو خضير. أبو خضير شو اسمك؟ عبد الحكيم أبو خضير. فلسطينيين وطنيين وفخورون في وطنيتهم. عائلة أبو خضير من العائلات الوطنية العريقة. عمه سعيد مثلا كان في السابق عضو في الجبهة الشعبية جورج حبش في الانتفاضة الأولى. نعم كنت في السجن 8 سنين في السجن. كنت على شو؟ انت بتعرف انتفاضة، شغل انتفاضة. كنا شبان وعمرنا 17 سنة أنا أقول لك في الوقت الذي كان هؤلاء الشبان لدينا يذهبون للسياسة، ينتمون للسياسة والأحزاب الفلسطينية، وكل واحد لديه انتماء. حماس، جبهة شعبية، فتح. محمد بالذات كان من الناس الذين لم يهتموا بالسياسة في عمره. كان يريد أن يكون في عمل والده في الأعمال، يواصل شغل أبوه في الكهرباء. أراد أن يكون مهندس. الذي لم يستطع أبوه أن يكون مهندس هو أراد أن يكون مهندس. فهمت؟ هنا ضريح. شو المكتوب هون؟ قيمها شوي. يعني سورة القرآن الكريم اللي بيجي عليه إنه هذه هان تم اختطاف محمد وحرقه على يد مجموعة من المجرمين الصهاينة اليهود. وليش اليهود الصهاينة؟ نعم. ليش مهم أن تقول بأنهم صهاينة؟ بس الصهيونيين اللي بخطفوا والبقتلوا، لأنه هذول راضعين بيكونوا حليب عنصرية. العنصرية بتكون في دمهم. هذول جماعة العنصرية بتكون في دمهم. ولو انه مش عنصري ما بخطف ابني من هان وبحرقه، بقتله وبحرقه، بضربوا كل ضربة بالضرب بقول له خذ هاي عشان فلان، عشان اللي قتلوهم الثلاث. كل ضربة بيكون يضربوا بقول له هذا عشان فلان. هذا عنصري. ومن هنا بدأت عملية الانتقام يتم التخطيط لها في الطابق الثاني. بصورة عامة بدأت الأمور كلام عام، وبعد ذلك جهزوا خطة. هنا اليافطة تم نزعها. هنا كان موشي حييم، نزلوا اليافطة من هنا. كان محل النظارات أوبتيكا. في أوبتيكا شايفين النظارات، كان هنا يجمعهم. بعد اعتقاله يوسف حييم قال في التحقيق إن في حانوت أوبتيكا بدأنا نتحدث عن اختطاف المستوطنين، وقررنا أننا يجب أن ننتقم. هم العرب الذين فعلوا ذلك. قررنا أن نذهب إلى شعفاط وبيت حنينة وأن ننكل بالعرب وأن نحرق شيء أو أن نضرب عرب وأن نخطف. في البداية لم نكن نريد أن نقتل، لكن نريد أن نضرب. هم أخذوا 3، تعالوا نخطف لهم 1. هكذا قررنا، وأن نبحث عن 1 وأن نضربه ضرب حتى الموت. طلع من الموت. أنا في لحظة من الحادث أنا فقدت الأمل 10% أنه يكون موجود. هذه ديما زلوم والدة الطفل زلوم الذي كانوا يريدون اعتقال. قبل يوم من اختطاف محمد أبو خضير، اليوم الثاني من رمضان، يوسف حييم كان أخذ الأولاد من نبي يعقوب معه، المجرمين معه، ولبسوا لباس علماني من أجل تضليل الناس بأنهم غير متدينين. ذهبوا إلى بيت حنينة وبدأوا يبحثوا عن ضحايا نموذجيين. ليس بعيد من المسجد في شعفاط، ولاحظوا تدفع عرباية فيها طفل مع وجبة الفطور، وطلعت بدي أروح. يعني كنت صف سيارتي شوي بعيدة عن أهلي، وأنا ماشية بالشارع فجأة سمعت ابني موسى بيصرخ ماما ماما. شدينه بشي بحبل أو بشي برقبته وعم بسحبوا فيه، عم يدخلوه على السيارة، بدهم يدخلوه على السيارة. فأنا بهي اللحظة طبعا أنا يعني بس مش أنا لهاليوم وأنا مش مستوعبة اللي صار. شوي هي أبيض شوي. بتعرف الشاب اللي حاول يخلقك؟
كيف كان منظره؟ شو سحبت ابني من بين ايديهم، مسكت التلفون وضربت المستوطن، هو كمان ضربني، صار بيني وبينه عراك. هلا من شدة ما انا ضربته يعني بدي احمي ابني، فلت ابني راح هرب. في اللحظة اللي هم هربوا فيها ضربوني، رموني على الرصيف وضربوني وكسروا لي التلفون. إذا الولد هرب، الخاطفون ضربوا الأم، وفي التحقيق قالوا نحن ضربناها حتى لا تحبل ولا تنجب عربا مرة أخرى. نعم، قالوا في التحقيق إنهم كانوا يضربون الأم حتى لا تنجب أطفالا عربا مرة أخرى. الكاميرات صورت ذلك. ها هي الهوندا، ها هي الهونداي، وها هي الصورة، وكل شيء يمكن أن يعرف من خلال السيارة. في أعقاب توجه أهل بيت حنينة الشرطة جاءت وقامت بالتحقيقات. رامي زوج ديما وصل إلى المكان بعد دقائق. أنا وجدت الشرطة وصلوا أمامي. يقول رامي زلوم وجدت زوجتي على الأرض وأولادي يبكون. سألوا كل الأسئلة: شو نوع السيارة، شو نوع السيارة، شو لونها، وين أخذوا الكاميرات وأخذوا التصوير وأخذوا كل شيء. الناس في البك قالوا للشرطة كل شيء بالدقة، مين اللي في السيارة، يهود، هوندا أكورد، بأي لون، كل شيء حكوا للشرطة. وقالوا لهم أنهم يهود. نعم، قالوا يهود وتحدثوا باللغة العبرية. وزوجتي قالت أنهم اليهود. قالوا اللي كان في سوق في السيارة قالوا بالعبراني بو بهير، هيا اركب بسرعة. يقولون بأن كل المعلومات كانت لديكم في الشرطة. في قصة زلوم، ولد عمره 7 سنوات كان سيختطف وأنتم لم تحركوا ساكن. من الصعب، مهم أن تعرف بأن الشرطة وصلت إلى الساحة، إلى الميدان. يقول قائد الشرطة وقامت بالتحقيق. كان هناك ادعاءات بأن جزء من الناس هناك قالوا أنهم تحدثوا بالعربية. طبعا كذاب 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 هذا قائد الشرطة، لأن الصحافة الإسرائيلية تثبت أنه كذا. تحدثوا باللغة العربية وليس بالعبري. وأنا أقول بأنه بعد دقائق من الحادثة كان هناك تقرير يأتي من الأب ويقول بأنه هناك خلافات بين عرب. الشرطة تقول أنك أنت قلت لهم بأن هذا ليس يهود. غير صحيح، غير صحيح أبدا. نحن في كل شيء نطلب العائلة أن تأتي للتحقيق وأن يقدموا شكوى، وهم لم يأتوا ويقدموا شكوى. لذلك شو قصدك يعني؟ ولد عمره 7 سنين بنخطف، بدك أهله بدل ما ياخذوه على المستشفى يجي يشكو عندك؟ شو بتحكي أنت؟ شو بتحكي؟ يعني كيف بتفكر الشرطة؟ اسمع، بالمقابل نحن لم يقدموا لنا شكوى. الشرطة لم تسكت، وكان هناك توجه للعائلة: تعالوا وقابلونا وقولوا لنا ما الذي جرى. يدافع الناطق بلسان الشرطة بشكل كريه وبغيض. الشرطة تقول أنهم حاولوا التحقيق في الحادثة، في عمق الحدث. لا، لم يحققوا ولم يسألوا ولا سؤال. بعد اختطاف أبو خضير اتصلوا فينا وقالوا لنا تعال بسرعة. رحت فورا رحت، ولم يتصلوا فيه أبدا، ولا واحد اتصل فيك أبدا. قالوا حاولنا أن نتصل فيك، كذابين. أنا معي تليفون وأنا سائق باص وطول الوقت تليفوني مفتوح، لم يتصل بي أحد. الشرطة تكذب، لم يتصل في أحد. متى ربطتم بين حادثة أبو خضير وحادثة زلوم؟ في نفس اليوم، في يوم الأربعاء، عند اختطاف وقتل أبو خضير نحن بدأنا بالتفكير. أنتم تعرفون بأنه كان هناك محاولة لاختطاف طفل من أبو الزلوم. نعم عرفنا. رسائل على الفيسبوك في شعفاط: ديروا بالكم إن في خطف يهود أجوا خطفوا عرب. لا أناشيم تشفيم شو الشعفاط تزدهروه بالمستوطنين. وهنا نص الرسالة التي جاءت. محمد عرف. نعم، محمد عرف. هنا غضب المقدسيون، ولكن الخاطفين غضبوا أيضا. فجرا عادوا للقدس. المرة ذهبوا إلى سور باهر، حاولوا أن يحرقوا سيارات في سور باهر. جابوا شريطة وضعوا عليها على قطعة القماش بنزين وحاولوا إحراق سيارات العرب. بعد ساعات من ذلك كان هناك جنازة لليهود الثلاثة. الأعصاب كانت مشدودة والدماء تغلي.
والدة نفتالي تتحدث. في ساعات المساء اجتمع الثلاثة القتلة مرة أخرى وذهبوا عند أوبتيك محل النظارات. يوسف حيم قال لهم علينا أن ننفذ عملية انتقام أخرى واستخلاص للعبر. أعطاهم عدسات ملونة حتى يغير وجوههم، واشتروا ملابس علمانية حتى لا يتضح بأنهم متدينين. بعد ذلك أخذوا مفتاح حديد وأخذوا مفكات براغي. يوسف حيم قال في التحقيق أخذت 3 زجاجات فارغة ووجدت زجاجتين، وذهبنا إلى حزمة عبأنا الزجاجات بالبنزين، كانت كل زجاجة لتر ونص، وأردنا أن نحرق للعرب شيئا. وصلنا إلى أرمونة نتسيف، حاولنا إحراق السيارات، وبعد ذلك قررنا أن نرفع المستوى. كنت قلبي يغلي على العرب، ذهبنا لنرفع الدرجة في الانتقام. هم يقولوا ليس أنا ما. هم يقولوا أنهم غضبوا جدا على قتل الأولاد في عسيون، لكن من الذي قتل الأولاد في جوش عسيون؟ ولا واحد بيعرف. كل هذا كلام فاضي، كله كلام فاضي. الرواية الإسرائيلية أولا نحن، يقول سعيد أبو خضير، نحن غير متأكدين أن هناك اختطاف وأن فلسطينيين قاموا فيها. وإذا كان فلسطينيين، اسمع، أنا لا أستطيع أن أقول لك صعب جدا، ولكن أولاد في جوش عسيون قتلوا. أنت تدخل إلى منطقة فلسطينية وممنوع أن تدخل إلى منطقة فلسطينية، وتعرف أنه يمكن أن تموت، وبعد ذلك ممنوع أن تدخل إلى هناك، أنت تهدد حياتك بالخطر. لماذا أنتم متواجدون كمستوطنين في مناطق فلسطينية؟ هناك يافطة كبيرة جدا ممنوع دخول اليهود. لماذا يدخل المستوطنون المناطق الفلسطينية أساسا؟ يقول سعيد أبو خضير لماذا أنتم هنا؟ ولكنهم كانوا في جوش عسيون ولم يكونوا في المناطق الفلسطينية. إذن هذا كلام ربما الإسرائيليون لا يعرفون أن يستوعبوا ذلك، لكن العرب لديهم رواية أخرى، إنهم يقولون عن قتل المستوطنين في جوش عسيون برواية أخرى إن هذه مؤامرة إسرائيلية من أجل تجهيز الانتقام للحرب على غزة. اللي صار انه كان في 3 رايحين عائلات عملوا حادث وماتوا ال3، فاسرائيل اخفت هذا الشيء نهائيا، ودفنوه ودوهم على الخليل ودفنوهم بالخليل، وهذا كله عشان حرب غزه. واليهود طبعا صدقوا هذا الشيء ومن يميتها، يعني عشان هيك محمد انخطف وانقتل وتعذب، عشان هيك هذا الشيء كله صار. في كل مكان ذهبنا للتصوير كان هذا الرواية الفلسطينية تؤمن فعلا بأن إسرائيل دبرت الانتقام، وفي التقرير في الصحافة الفلسطينية أيضا بالحقائق وبالأدلة بأنه لم يكن هناك حالة اختطاف ل3 مستوطنين، وإنما تم قتلهم على خلفية جنائية، وهو ما أثبتته قصتنا وقصتهم، روايتنا روايتهم، خطان متوازيان لا يلتقيان. واحد عربي يقتل الشرطة على اساس يخلوا الشعب اليهودي الاسرائيلي يهدى، لانه كان عندهم 3 مقتولين، فكيف بدهم يهدوهم؟ لازم يقتلوا عربي. هذا اللي بيقولوا انه عملية خطف محمد وقتله وحرقه كانت كانتقام على شو صار بالثلاثة اللي ماتوا يا عمي الحقام تبعهم فضحهم، احنا مش احنا اللي فضحناهم، حقامهم. كل هذول يا عمي مسكعين 17 يوم مسكعين طلعين من الثلاجات، يعني واحد 17 يوم دافنا، شو بده يبكى منظر؟ ما تتحلل بعد يومين تتحلل الجثة تطلع ريحتها. هذول ما فيش فيهم اشي، نقعد نضحك على حالنا، هم اللي فضحوهم مش احنا اللي فضحناهم. احنا ما كنا الحرب في غزة، انتوا اللي كمتوها. لما انتوا اخذتوا ابني من باب داري، انا ما اجيت قلت لكم تعالوا خذوا ابني وقتلوه، انتوا اللي اخذتوه من عندنا. حسبي الله عليك. كيف احنا كمنا الحرب كلي؟ ايش احنا مش بيقولوا احنا زيهم بني ادمين؟ وين لما احنا بني ادمين زيكم بدنا نكون نفس الشيء. يعني لو واحد انقتل منهم مش بدهم يكونوا الكيام على العرب؟ نفس الشيء، نفس الشيء. احنا نفس زي ما قتلوا ابني كاموا عليهم شبابنا، والمقاومه كانت نفس الشيء، بس انتوا اللي كنتوها مش
إذن اليوم الثالث في رمضان يذهبون من المحطة المركزية القتلة بعد 3 ساعات من البحث في الشوارع، يبحثون ثم يجدون شابين فلسطينيين من بوابة نابلس إلى وادي الجوز. في وادي الجوز كان 2 أولاد عمرهم 10 سنوات. واحد من القتلة نزل تحدث معهم، ال3 اكتشفوا أن الأولاد 10 سنين يمكن قويين، تركوا القصة، ذهبوا نزلوا مرة أخرى، وجدوا أولاد فلسطينيين آخرين، أعطوهم سجاير وتحدثوا معهم، شافوا الأولاد أشداء قالوا بيبطحونا، تركوهم. وبعد ذلك كان هناك خلاف بين القتلة أنه بنقدرش. في الساعة 3 فجرا صورتهم الكاميرات في بيت حنينة، اشتروا ريد بول وسجاير وأرادوا أن يشعروا بالطاقة. هم لا يعرفوا أن هذه الكاميرات صورتهم الكاميرات، وهذا الشريط هو الذي دلهم على القتلة. هذا الساعة 3 ها هم القتلة بالضبط، تراهم حسب في لائحة الاتهام. اعترفوا بأنهم شربوا الريد بول، شعروا بالانتعاش وذهب اليأس، وبعد ذلك ذهبوا إلى شعفاط. لما حمل الكمية قال لي يما هيني رايح، هذا اللي حكى لي اياه وما حكاش ولا شيء. اخويا شاف وين قاعد؟ هون قاعد على الدرج. خرج من هنا وجلس حتى أفتح المحل. الكاميرا في كاميرتين هون صوروا، واحدة 2، والكاميرات موجودة بالضبط كيف أخذوه. الساعة 4:07 فجرا ال3 الخاطفين شافوا محمد يجلس على الدرج عند حانوت والده، وبعد ذلك نزلوا عنده، رجعوا لورا بالسيارة. 2 نزلوا من السيارة يتحدثوا معه، سألوه أين الطريق إلى تل أبيب، وحاليا يوسف حييم قدم بالسيارة صار على موازاتهم. بعد أن محمد أجابهم مسكوه وجروه إلى السيارة. الجيران شافوهم، لحقوا المستوطنين ولاحقوهم ركضا حتى التلة الفرنسية، ولكن بعد ذلك فتحت الإشارة من حمراء لخضراء فتوقفوا. بعد الفاصل إخوتي وأخواتي نواصل الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة التي يندى لها جبين البشرية. وكما لاحظنا قائد الشرطة والشرطة كاذبون، لم تروا بعد شيئا. على كل انه كثير يمكن الفيلم الفلسطيني ان يعكس طريقة ضرب الطفل معتز زلوم، تكسير وجهه من قبل زعران حرس الحدود، وكل ما فعلوه بالقدس غير مغطى بهذا الفيلم. الفيلم هذا قيمته الوحيدة أنه يثبت تقاعس الشرطة الإسرائيلية لصالح المستوطنين وعدم رغبتها في إيقاف عملية القتل والحرق. بعد الفاصل. لقد تم إيقاف بعض التنش عليها تقدم. إخوتي وأخواتي مرة أخرى في فيلم الشهيد محمد أبو خضير أكبر إثبات على تقاعس الشرطة الإسرائيلية، الشرطة العنصرية، الشرطة التي تقف مع اليهود والمستوطنين ضد القانون وضد البقاء الفلسطيني، وكيف كانت إسرائيل بإمكانها أن توقف العملية. هل فقط تقاعست الشرطة الإسرائيلية؟ هل فقط لم تفعل شيء؟ لا، وإنما حاولت أن تقول للمراسلين العسكريين بأنه محمد أبو خضير منحرف جنسيا، وبالتالي قد يكون القتل على خلفية شرف العائلة، وهذا رسميا وخرج على التلفزيون الإسرائيلي. ثم ضللوا المراسلين العسكريين، ثم نشروا هم الشرطة الإسرائيلية صفحة مزورة باللغة العبرية تقول من بيت يعود للمنحرفين الجنسيين أو المثليين الجنسيين حتى لا يغضبوا، المثليين الجنسيين بأنهم ينعون محمد أبو خضير، وأخذوا هذه الفقرة وعمموها. الشرطة الإسرائيلية عممت ذلك. شاهدوا معي على الشاشة إخوتي وأخواتي ماذا فعلت الشرطة الإسرائيلية لتضليل التحقيق. قولوا في واحد انخطف من باب المحلات، فقلوا وين محمد؟
قلت لي محمد مش باب المحلات يا عمتي. انا دخلت طوالي على جوزي، قلت له اتصل الولد انخطف. لحد ما امه صارت تصيح وتقول لي انه في محمد مش رادد علي على التلفون، مبين عليه انخطف. رأسا اتصلت على الشرطة دغري دقيقتين بعد خطفه، دقيقتين بعد خطف محمد. هذه هي نص المكالمة. الشرطة. صباح الخير، اسمعي، المستوطنين خطفوا واحد ابني من شعفاط. لحظة شوية، خليك معي. حسين أبو خضير قال لها أوكي. ألو، أهلا صباح الخير. أهلا صباح الخير، مع مين أنا بتحدث؟ أبو خضير حسين. أوكي، في ابنك يعني أنت بتقول انخطف؟ نعم انخطف. كم عمر ابنك؟ 15 16 سنة أعتقد. 5؟ لا 16 سنة. اسمع، معه تليفون، خذي رقم تليفونه. معه تليفون؟ شو رقم تليفونه؟ أعطيني إياه. شو رقم تليفونه؟ 052 ويعطيها الرقم. طبعا الشرطة الإسرائيلية تستطيع تحديد مكانه فورا بناء على تليفونه. شو اسمه؟ محمد شو كان يلبس؟ لابس أزرق، على أزرق اللون وكبوت أزرق. اسمه أنا أبو خضير حسين وابني محمد. نحن أرسلنا كل الدوريات فورا من أجل إمساك. ابنك انخطف، هذا أبوه بيحكي معي، ابنه انخطف. أنت بتقول إنه انخطف؟ نعم. الجيران قالوا الشارع الرئيسي كان واقف في الشارع الرئيسي 341 الدورية تتوجه إلى شعفاط، هناك اختطاف لطفل. وهي الشرطة وصلت، هي الشرطة، أنا أشاهد الشرطة وصلت بعد 6 دقائق ونصف من المحادثة. بعد ذلك تسأل الشرطية، تسأل شو نوع السيارة وشو نوع كل شيء. 6 دقائق ونصف وصل الشرطة. هذا ينيف بامنتا يعني يأخذ شهادة الكذب هذا العام. يقول فورا أرسلنا الدورية. وقيل لنا نحن تبعنا التليفون، طلع في قفعة شاول. ثم توجهوا إلى غابة القدس. فورا أرسلنا قوات الشرطة إلى غابة القدس يروشلايم. 25 دقيقة كل الحادثة من لحظة الخطف حتى قتلوا محمد أبو خضير. الطريق إلى هناك كانت طريق العذاب. أول مرة عائلة أبو خضير تذهب إلى غابة القدس. شاهدوا معنا هذه اللحظات المؤلمة على قلب كل عربي وفلسطيني وحر. واحد من المستوطنين كان يغلق فمه وواحد يمسك ايديه، ويوسف يقول ويسوق السيارة: اصحى اخنكو، هكذا يقول في التحقيق. كان الولد يحاول ان يستصرخ قوة، قال الله اكبر وقام عليهم. خاف يوسف حييم وهو يسوق السيارة، قال امسكوا اقتلوا لا يصحى علينا، اقتلوا قبل ان هو يقتلنا هذا العربي. بعد ذلك خنقوه بقوة فتوقف وكان صوته شخير. قبل الفجر وصل الخاطفون إلى هنا غابة القدس يعر يروشلايم. هنا المرة الأولى التي تأتي عائلة أبو خضير إلى هنا. هات الورد روح جيب الورد انت لي. شايفها هي محل فات عليه.
بناء على لائحة الاتهام أحد الخاطفين خرج من السيارة، رأس محمد وجزء من جسمه وقعوا من السيارة خارج السيارة، وكان يسمع صوت الغرغرة. الشخير وهو يختنق لا يزال حيا سحبوا محمد. يوسف حيم قال: لا تنظر إليه حتى لا تحلم أحلام مزعجة وتصاب بأمراض نفسية. الله يحرقكم زي بحرقكم. هكذا قال يوسف حيم في التحقيق. توقفنا، أطفأت الأضواء، كنت أرتجف خشية أن يقوم ويهجم علينا محمد. قلت ضربت برأسه بالحديدة، هذا باسم عائلة فوكل، وهذا لشلهيبة باس، وثلاث شلاويط ضربته برجليه، هذا من أيال، هذا نفتلي، هذا جلعاد، وضربته بالحديدة على رأسه مرتين، وقلت أحضروا البنزين. بعد ذلك داروا البنزين في فمه وعلى رأسه، وزجاجات أخرى على رأسه، وبعد ذلك ولعته من عند رجليه، فهب محمد وشبت النار في كل جسده وهو حي. لأنه لا في الدين الإسلامي ولا في اليهودي ولا المسيحي بيقبل هذا الإشي، إنه ينحرق بني آدم وهو حي. والله حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم، مثل ما حركوا وحرحروا. هات لك هات لك شيء مطولة. ما نجد لك شو أقول لك؟ هذا هو. قتلوا الولد وقتلونا، حرقوا الولد وحرقونا. حريق كبير اندلع في المكان في جثة محمد. يوسف حيم وواحد من المستوطنين طلعوا في السيارة لم ترد أن تشتغل. واحد منهم هرب من السيارة من الخوف، بعد ذلك خافوا أن تشتعل النار بالسيارة، وبعد ذلك اشتغلت السيارة، هرب الاثنان وتركوا الثالث صار يصرخ: أنا نسيتوني، ركض وطلع معهم. بعد ذلك تركوا نار كبيرة جدا لم تشب في محمد وإنما شبت في العاصمة كلها، واشتعلت النار. ساعة بعد الاختطاف 5 صباحا قوات المستعربين يسام وجدوا جثة محمد، ولكن كل يهودي لا يريد أن يصدق بأن يهودي قام بهذه الفعلة الشنعاء. يوسف براينتي مفتش شرطة القدس يقول: نحن نقوم بالتحقيق، في التحقيق لا نستطيع أن نؤكد بأن هذا القتل المتوحش كان على خلفية قومية، لا يوجد، ربما يكون جنائي. ساعات طويلة وكانت الشرطة الإسرائيلية والمحققين يؤكدون أن هناك شهادات من العائلة أن هناك خلافات بين دار أبو خضير ودار الخلفية جنائية. مين أصحابه ولك ما هي اللي خطف ابني، هي مبين خطف ابني على التلفزيون. شو مين عدو مين؟ هي فرجيت قلت له هي اللي خطف ابني. شو مين عدو مين؟ طول مين هاي بالطول مين عدوي؟ هذا عدوي. هنا في مركز المثليين الجنسيين. لا. إذن بدأت الشرطة الإسرائيلية تنشر أنه على خلفية انحراف جنسي تم قتل محمد أبو خضير، وفي المواقع الاجتماعية التابعة للجنسيين نشروا تعزية له. الشرطة مراسلين عسكريين يعملون في الشرطة اسمعوا الآن يفحصون
خلفية أن يكون انحراف جنسي. هذا المراسل العسكري يقول كانت صفحة فيسبوك مزيفة باللغة العبرية تنعيم محمد أبو خطير. إلينور سيدي تقول اتصل في مراسل القناة با ريشة بيت وقال لي كان منضغط جدا، هل صحيح أن هذا منحرف جنسيا وعضو عندكم؟ قلت له لا مش عندنا. مين هو مين أصحابه مين؟ قلت له ما فيش. سكر التليفون، الشرطة اتصلت فورا. قال صحيح أنه منحرف جنسيا؟ كانت الصفحة مزورة. قلت لهم ليس من عندنا، ليس من عندنا، لم نعرفه رحمة الله على محمد، لم يأتي إلى هذا المركز، لم نعرفه من قبل، لا أعرف من نشر الصفحة المزورة، لا أعرف. بلغت الشرطة، قلت لهم نحن تحدثنا مع المراسلين الشرطيين والعسكريين، أنتم قمتم بتسريب خبر من الشرطة بأنه هذا على خلفية جنائية. يقول ينيف أبدا نحن لا نقوم بذلك. المراسلين العسكريين قالوا أنتم لا 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 أبدا، نحن لا نسرب المحضر للتحقيق. لم تسربوا المحضر لكن سربتم المعلومة. الشرطة الإسرائيلية تورطت حتى عنه. لو هنا جان ساكر يصل الثلاث، يوسف حييم واحد الشبان هنا أحرقوا بوت محمد والمفك والأدوات التي قتلوا فيها، وأحرقوا جزء من ملابسهم. ثم أخذوا الهوندا على مغسلة سيارات وأحرقوا ملابسهم. 5 صباحا سافروا إلى أرمون هنتسيف، وهناك أعطوا طلبية نظارات إلى يوسف حييم، وبعد ذلك ذهبوا إلى مستوطنة آدم وجلسوا هناك وعزفوا على الجيتار. بعد القتل والحرق عزفوا على الجيتار قبل أن يناموا. القتل تم يوم 3/4. الشباك بعد الكاميرات اكتشفوا 100 كاميرا أثبتت أن الذي حاول اختطاف الطفل زلوم في بيت حنينة هو نفسه الذي اختطف أبو خطير. يوم السبت يعني بعد الثلاث 4 أيام والكاميرات معهم اعتقلوهم. والده مثل كل إسرائيل صدموا. هذا غير طبيعي، ابني غير طبيعي، يقول حخام سعدية بن ديفيد والده. تحرق بني آدم وهو أبدا لا، الدين لا يقول ذلك، أبوه يخبي وجهه. الديان لا تقول أن نحرق الناس وهم أحياء. هذا هو المعتوه، هذا المجرم. أنا المسيح يقول. طبعا واضح أنه المحامي لقنه يقول هيك حتى يخرج براءة. في غرف التحقيق يقول المحققون أبدا كان طبيعي ورجل أعمال ناجح، ولم يقول أنا المسيح، لكن في المحكمة قال أنا المسيح أمام الكاميرات حتى يأخذ حكم مخفف. عندهم يهود مستوطنين، أما لو إنه واحد عربي لا هو الكل عربي حكموه. أنا متأكد 100% أنتم رايحين تطلعوا عنهم إنهم مجانين هدول. لو ابني اللي سوى العملية، لو ابني الخطف واحد يهودي، لكيتني في الدار هين، لكيت داري موجودة. طب ما أنا أولادي وجوزي في السجون هالكيتا وداري مهدومة ومتشتتين، صح ولا لا؟ إما يا عربي سرف يهودي، لو كان عربي أحرق يهودي كانوا هدموا بيته وبيت أبوه وبيت أخوته وأغلقوا المناطق الضفة الغربية شهر. الآن عائلة أبو خضير 31 واحد اعتقلوا من عائلتنا. عائلة أبو خضير رمز مقدسي وطني فلسطيني. عشرات من أبناء العائلة اعتقلوا في لحظة المواجهات. احنا سوينا الحرب في غزة، ينقتلوا يتفرجوا كلي. يعني ايه هم لو مطرحوا، لو عندهم صارت الحادثة واخذوا واحد بكموش على العرب. ما في خوف وما في خوف، ما في خوف وما في خوف، واحنا ضربت المولوتوف، واحنا ضربت المولوتوف، ويا قسام ويا حبيب، يا قسام ويا حبيب، اضرب تلابيب. بالمقابل بدأت محاكمة الثلاثة المستوطنين في محكمة القدس، محكمة الصلح. هذه التظاهرة كانت تطلب قصف القدس، وبعد ذلك بدأت الأمور تتصاعد. الثلاثة كانوا ينتظرون لائحة الاتهام. في التظاهرة أمام محكمة الصلح كانوا يهتفون، الشباب كانوا يصرخون يا قسام يا حبيب اضرب تل أبيب. طيب أنا ما سمعتش هيك، أنا كنت في المحكمة، أنا بأذني سمعت، أنا ما سمعتش، أنا كنت في المحكمة. لو كنت سامع شو رأيك؟ الناس حين يكون هناك انتفاضة الغضب
غضب. ابنهم مات، شو بدك يعني؟ ابنهم مات. أنت لا تعتقد، أنا ما بعرف. طبعا بالقانون الإسرائيلي في القدس حتى تعرفوا لا يستطيع أن يدين نفسه. الأخ حسين، حين تكون هناك انتفاضة ويسقط قتلى ويسقط جرحى، وماذا تريدون؟ اليوم بيعاقبوا في شبابنا وبيشوفوا في شبابنا وبيسجنوا فيهم، بس مش مشاننا. هذول امن مش علينا، امن على اليهود. هذول ما بيامنونا كادين، هذول بيامنوا في اليهود اللي في القطار. ان شاء الله بودوه على السماء يمشوه، يطلعوا من شوفه. مش حد مرتاح. انتقام. لا بيتها مش بات. إذا المحكمة لا تحرق هؤلاء القتلة مثل ما حرقوا محمد، أنا سأحرق هؤلاء المستوطنين. سيأتي يوم وأنا أحرقهم الذين حرقوا ابني. لن أنتظر، كما حرقوا محمد سأحرقهم. بكفي. لا ننام الليل، لا ننام الليل. بكفي. هذا ما قاله الوالد طوال الوقت. أنا لا أستطيع أن كل شيء ممكن إلا أن الشرطة تنشر أنه هو منحرف جنسيا. ولد مخطوف محروق بجريمة نكراء، والشرطة تسرب خبر للمراسلين العسكريين أنه منحرف جنسيا. كيف يعني؟ حققنا مع الشرطة، لماذا الشرطة لم تعتقلهم؟ أنا أسأل أولا معروفين الذين زيفوا صفحة الفيسبوك، لديهم الاي بي يستطيعوا اعتقالهم. الشرطة لا تريد اعتقالهم. من زور صفحة الفيسبوك؟ وين الإسرائيليين؟ اثنين، لماذا المراسلين العسكريين قالوا ذلك على التلفزيون؟ غازي بركعي، اسمع، عائلة القتلة عائلة عادية كما يسميها الإسرائيليون، هو معروف وليس شخصية هزلية. لا هو مستقر عقليا. وفحصوا العائلة، جميع الشهادات تقول انه انسان عادي وانه عادي. الصحفي الاسرائيلي اثبت انه ليس مجنون. المحامي كان قال انه مجنون، وهو ظهر قال انا المسيح حتى يبرأ منه. لروح الشهيد الطفل محمد ابو خضير، لعائلة ابو خضير التي علمت الفلسطينيين من غزة وحتى عكا، علمت العائلات الأخرى الوطنية. عائلة أبو خضير المشهورة باع وذراع صولات وجولات من أجل الوطن، من أجل فلسطين، من أجل حسين أبو خضير الأخ العزيز، من أجل الأخت سهى والدة الطفل. قمنا بترجمة هذا التقرير. نعرف أن هذه ليست الحقيقة، لكن كلمة حق. رفيف دروكر كصحفي إسرائيلي مهني، وغازي بركعي كصحفي إسرائيلي كبير، على الأقل تجرؤوا على تحدي الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وأثبتوا أن الشرطة الإسرائيلية في القدس فاسدة من 10 سنوات و20 سنة، ونحن نقول بلدية القدس فاسدة، ولم يسمعنا أحد ولم يصدقنا أحد. أولمرت فاسد، كل رؤساء القدس وحتى كلهم فاسدون، وكلهم يأخذون الرشاوى. الآن شرطة إسرائيل فاسدة. الذي قتل الفلسطيني في رام الله عند سجن عوفر استبدل الرصاص برصاص حقيقي وقتل طفلين فلسطينيين. بعد 6 أشهر أثبتت تحقيقات ذلك. شرطة القدس وزعران حرس الحدود شركاء في القتل، شركاء في الجريمة. إلى روح محمد أبو خضير لم ينسك أحد. وبالفعل كانت وقفة الشعب الفلسطيني مع محمد أبو خضير هي أن الفلسطيني لن يموت بهدوء، لن يموت ساكت، ولن يسكت المظلوم حتى لا يشعر الظالم بأنه انتصر. كنا معكم في جولة في الصحافة العبرية. رضا الله ورضا الوالدين.